السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بيبو أو براق من قناة بيبو جيمر. إن شاء الله في هذا الفيديو مثل ما انكم شايفين بالعنوان بقول لكم كيف أو بشرح لكم بعض الطرق اللي تخلي كلانك كلان ناجح، كلان يفلل نجوم بالحرب، كلان يراعي فوز بالحروب، يفوز بالحروب ويكون يهجم بانتظام. طبعا أهم شيء أول شيء خلينا نتكلم خلينا نشوف مسألة الحرب. مثل ما انكم شايفين الحمد لله انا من ناحيتي او من ناحية كلاني كلان وحش، صراحة من اجمل الكلانات في رأيي. طبعا كل واحد له رأي، وانا اشوف كلاني صراحة جدا خرافي من ناحية التفاعل ومن ناحية كل شيء. طبعا انا بيكم تركزوا معاي عشان بقول لكم بعض الاشياء اللي تخلي الكلان ناجح. مو بس كيف اقول، مو بس ان كلاني مثلا خلاص انا ناجح، لا، انا حبيت افيدكم في الاشياء اللي بقولها في هذا المقطع. طبعا تفلل النجوم هذه اول شيء يبيلها خطة، يبيلها شيء قبل لا تبدأ الحرب. مثلا خلينا ناخذ على سبيل المثال، انت قائد كلان او قائد مساعد او اي منصب بالكلان وحابب تنظم الكلان ويصير عندك مسح بالحروب لدرجة انك تقفل الخريطة. طبعا مثل ما انتم شايفين حنا 20 شخص داخلين الحرب، اغلبنا تاون هول 9 او اكثرنا تاون هول 9. طبعا لا، رقم 12 تاون هول 9، من 1 الى 12 تاون هول 9، ومن 13 او من 11 لين اخر او حتى 20 تاون هول 8. وطبعا الحمد لله مثل ما انتم شايفين طحن مسح، ما في اي قرية ناخذ منها نجمتين حتى، كله مسح وباقي ما استخدمنا كل هجماتنا. خلينا الكلان اللي ضدنا يفقد الامل. هذا بهمة الاخوان شباب دعس. صراحة الف شكر الف شكر الف شكر لكافة الاخوان في القناة، لكافة الاخوان في الكلان، وخاصة الاخ سمعة وباقي الشباب كلهم. طبعا ما قصروا. طبعا بعطيكم بعض النصائح كيف قدرنا نفلل، او كيف انت صاحب الكلان اللي جالس الان تشوف هذا المقطع، كيف تفلل نجوم، كيف تصير كلان ناجح. ما عليك الا انك تكمل معاي هذا الفيديو. اول شيء حنا من ناحية الحرب، خلنا نبدأ في نقطة الحرب قبل لا ندخل في نقاط كثيرة، ومنها نقطة الدعم وغيرها. طبعا انت كقائد كلان عليك تنظيم، او كقائد مساعد طبعا، او كأي شيء كعضو في الكلان خلينا نقول عشان المناصب ما لها اي دخل في كونك كلان ناجح. طبعا حبينا ننظم الحرب. كيف نظمنا الحرب؟ نظامنا قبل كل حرب نشوف الخصوم. مثلا انا بديت حرب، الحين بديت الحرب، ولما بديت الحرب طبعا وازنا وقررت من يدخل الحرب. على سبيل المثال طبعا نتكلم، بدأت الحرب وشفنا الخصم، شفنا قرى الخصم مثلا على سبيل المثال يوم التجهيزات دعم الخريطة مقسم على الجميع. طبعا مو بكذا، مو مقسم على الجميع، انا عندي طريقة احسن من انك تكون مقسم على الجميع. على سبيل المثال قبل لا تبدأ الحرب او يوم تبدأ حرب ويصير تجهيزات، كل حرب مثلا حسب عدد الاعضاء 10% من عدد الاعضاء يدعمون. مثلا لو كانت الحرب 10 يكون الدعم مقسم على 2 من اصل 10 بس. وطبعا لازم يدعموا، لو ما دعموا طرد، ما في اي مجال للنقاش. ليش؟ عشان حنا نبي كلام ناجح، ما نبي بس كلام. الكلام والمعزة على جنب والكلان على جنب. هذه من اهم الاشياء اللي احاول اتكلم عنها واخلي الناس تفهمها. وثاني شيء النقطة اللي هي قلت لكم، هي بعد ما نشوف القرى الخصم بالحرب، لو كانت القرى من مستوى قرى اللاعبين او من مستوى قرى الكلان اللي عندك نفس مستوى قرى الكلان اللي ضدك تقريبا، اكيد كل واحد يهاجم خصمه. لكن في حال القرى غير متوازنة او اقوى منكم، انصحكم تقولون ان كل واحد ينزل رقم. هذا قانون اجباري، الكل لازم يلتزم في هذه النقطة. الكل ينزل رقم عن خصمه في الحرب ويهجم عليه. هذا شيء اجباري لازم يسويه عشان ينجح الكلام في الحروب. طبعا بوريكم الرسالة اللي صارت عندنا عشان قدرنا ننظم الحرب. طبعا تنظيم اغلبه كان من الاخ سمعة، الله يجزيك الخير ويعطيه العافية. مثل ما انتم شايفين هذه الرسالة اللي اتفقنا عليها. هذه خطة الحرب.
نقتسم مجموعتين تاون هول 9 وتاون هول 8. تاون هول 9 كل شخص ينزل رقم، مثلا واحد يهاجم 2، والهجمة الثانية سوف تحدد لك إما بالنسبة لآخر واحد تاون هول 9، وعفوا أما بالنسبة لآخر واحد تاون هول 9 لا تنزل رقم، انتظر لما حدد لك خصم. أما تاون هول 8 شخص يهاجم نفس رقمه واتمنى المسح. طبعا هذه الرسالة اللي خلت الكلان ينتظم ويفوز. طبعا أهم شيء يكون في عقوبات حاسمة وقوية ضد أي شخص ما ينفذ القانون. القانون قانون لازم الكل ينفذه، وغير كذا يعني صراحة من الصعب يصير الكلان ناجح. ومثل ما انكم شايفين مسح مسح مسح، يعني قلتها كثير. والآن الرسالة اللي شفتوها والتنظيم، تنظيم في الدعم، الكل يدعم، ما يصير أي أحد يطلب ما يدعم، ما يصير أي أحد دعمه أو نسبة المدعوم فيه أكثر من دعمه، وما يصير هذه الأشياء. طبعا ننتقل لنقطة الدعم أو تلفيل في الكلان. التلفيل يصير عن طريق التنظيم في الحرب. يعني أنت ليفل 1 كلانك، لو تبغى تصير ليفل عالي نظم الحروب بقوة، لازم تفوز كثير عشان تلفل في الكلان، لازم تفوز ويكثر فوزكم في الحرب. طبعا مثل ما انكم شايفين يوم كثر فوزنا وصلنا ليفل 8 بعون الله. وبالنسبة للدعم، وهي نقطة مهمة جدا 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 جدا، لا أحد يزيد نسبة المدعوم فيه عن دعمه نهائيا. نسبة المدعوم فيه ما تزيد عن نسبة دعمك. هذا أكبر قانون يخلي الكلان ناجح، من أقوى الكلانات. وكل يوم خميس يصير في تصفية، هذا بالنسبة لي كل يوم خميس يصير في تصفية لكل واحد دعمه زايد عن المدعوم فيه. طبعا أول خميس ياخذ إنذار، ثاني خميس لو مو مسوي اللي قلت له عليه ينطرد ينطرد ينطرد. ليش ينطرد؟ عشان خالف القوانين. أهم شيء يكون الدعم متوازن، وازن دعمك، كذا أهم قانون عندنا في الكلان. وطبعا أنا أنصح أي واحد يسوي هذا القانون عشان قانون فعال جدا. شوف النسب المدعوم كلها نسب متقاربة، إلا بعض الأخوان طبعا هذه يوم الخميس يصير عليها حساب. كذا نظام الكلان. وأي كلان يبي يصير ناجح يسوي هذه الخطوة عشان جدا جدا خرافية، وأنصح فيها صراحة. مثل ما انكم شايفين الدعم بهذه الحالة يصير جدا متوازن. هذا هو الدعم والمدعوم فيه، الدعم والمدعوم فيه، كل واحد يدعم أكثر من المدعوم فيه. وطبعا نأتي للدعم. مثل ما قلنا الدعم لازم دعم الحرب يكون محدد. أي واحد يقول مثلا أنا طالب دعم للحرب، يعني لازم إنه يهجم أو لازم ما حد يدعمه غلط. أما إذا طالب دعم لشيء ثاني فيمنع منعا باتا تحديد الدعم أثناء غير الحرب، أو أثناء عدم وجود حرب. ليش؟ لسبب أن عدم وجود حرب، يعني مثلا على سبيل المثال واحد طلب بيكا والثاني طلب جول والثالث طلب تنين واللي بعده طلب أشياء كبيرة، من الصعب يصير في طلبات كثيرة بالكلان وعلى الفاضي، ما في حرب ولا في شيء. ليش تحدد دعمك؟ أنصح للجميع يمنع تحديد الدعم أثناء عدم وجود حرب. هذه نصيحة للجميع. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في هذا الفيديو. طبعا خلنا نشوف الهجمة لايف، بما أن نصور الأخ يهجم موارد، رقم 6 يهاجم رقم 8 تاون هول 9. نشوف الهجمة لايف هل بيجيب نجمة أو لا، بياخذ الموارد. مثل ما انكم شايفين بيجيب نجمة إن شاء الله. لكن عشان لا أطول الفيديو عليكم، بهجم هجمة، أنا بهجم لي هجمة موارد إن شاء الله. النت سيء شوي مثل ما انكم شايفين. الحين خلنا نطلب دعم أي شيء عشان نهجم بالحرب، أي شيء للحرب. بهجم موارد. النت شوي ضعيف عندي، خلنا نشوف. طبعا النت باقي الطلب ما وصل، عشان النت الحين أو الآن وصل الطلب. هل بيجيني الدعم؟ يلا يا شباب حد يدعم، يلا يا شباب. جاني الدعم، جاني الهوك، مشكور يا أخ علي. طبعا خلنا نهجم. على مين أهجم الآن؟ الكل يهجم موارد وأنا بهجم موارد طبعا، بس باخذ لي واحد سهل أجيب منه نجمة وأخذ بونص كبير.
هذا شيء اسمه هجوم موارد. لما تفل النجوم او اي كلان يفل النجوم يهاجم يلي يبي وياخذ بونص او كمية موارد من اللي هاجمه. خلنا نشوف هذا الجيش يسمح لي. ايوه نعم الجيش يسمح لي، لكني احتاج مشروب زلزال، لازمني مشروب زلزال. هذه مصيبة، ما في مشروب زلزال. طيب وش اسوي؟ خلينا نكلم الشباب. شباب حد عنده مشروب زلزال؟ كيمر ليش ما يجي موارد؟ خلاص مسحناهم. حد عنده مشروب زلزال؟ اي واحد يجي يبي موارد لازم يحصل له على الاقل نجمة. طبعا اكيد يعني اللي يبي موارد لازم ياخذ نجمة. خلينا نقول له طلبي تحت، طلبي تحت. ودحين بهجم موارد لكن انتظر الزلزال يجيني. اين الزلزال يا فارس؟ كم مرة يمكن شحنت فارس. يلا يا شباب انا نقول ايوه جاني الزلزال. او طبعا شكرا يا، خلنا نشكره، شكرا فارس الحب. والحين نهجم طبعا، الان نهجم موارد. بهجم موارد هجمة لعيونكم طبعا، هجمة موارد كذا. اخذ لي موارد عشان خلاص ضامنين الفوز ان شاء الله. عقبال جميع المشاهدين اللي يشوفون هذا المقطع يضمنون الفوز في كل حروبهم ان شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونهجم. بسم الله. طبعا اول شيء ما ادري كيف اخذ نجمة في جيش مسح، والله جد جيش مو بحق نجمة. شفت لكن بهجم من هذه. طبعا دعم الكلان هنا لكن ما بجي هذه المنطقة، عشان كذا بسحب على دعم الكلان، ما بسحبه ولا شيء. ورميت الزلزال، فتحت القرية لكن بشوف لو هنا في قنبلة، في سكيلتون ترابس. حلو في سكيلتون، وهنا ما بقرب دعم الكلان لكن بشوف لي لو في قنبلة او لا. ما في قنبلة، طلع في تسلا. خلنا اسحب سكيلتون ترابس. يلا يا سكيلتون. طبعا مثل ما انتم شايفين اسحب سكيلتون، بعدين بنزل لي هوج. اول شيء فتحت الجدار، بعدين بنزل هوج وبشيل الدفاعات في الطريق الى التاون هول عشان اجيب نجمة. طبعا نزلت مشروبين الانعاش عشان دفاعات تاون هول 9 وانا تاون هول 8، لكن لازم اجيب النجمة. لازم نجيب النجمة. ايوه مثل ما انتم شايفين تجي النجمة ان شاء الله، لكن بحاول. اول شيء الان بنزل الجولم الاول، الجولم الثاني، اثنينهم متجهين لبرج الارشر. خلنا ننزل هذا الدعم هنا. اوه ماي جاد، اوه شيت يا اخي، راح الويزرد كله للاسف راح الويزرد. ان شاء الله يلحق الملك. خلنا نلحق يدمر التاون هول، هذا هو هدفي واملي، يدمر التاون هول ان شاء الله. الملك يدمر التاون هول. طبعا لو دمر التاون هول اخذت النجمة، لكن مو هي. ان شاء الله يدمر التاون هول، ان شاء الله يدمر التاون هول. لو دمر التاون هول باخذ النجمة يا شباب وباخذ الموارد. الحمد لله دمر التاون هول والموارد اخذتها بصعوبة طبعا، عشان انا تاون هول 8 وهاجم تاون هول 9. اخذت الموارد وصار لي بونص حلو في الحرب. ان شاء الله يعني عقبال جميع المشاهدين يصير كلانهم بطل وياخذون الموارد. جبت النجمة طبعا وبس. طبعا في نهاية كذا نكون وصلنا تقريبا لنهاية المقطع. اتمنى يكون المقطع نال على اعجابكم واستفدتم من جميع النصائح اللي اعطيتكم اياها في المقطع. اعتذر لو المقطع كان طويل، لكن هذه مجرد نصائح عشان تصير كلان ناجح، عشان
تفل النجوم في الحروب. أتمنى تكون فادتكم. وبس في نهاية المقطع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.